فين ما دورتي عينك دابا كتلقى الناس من جميع الفئات العمريه شادين التليفونات ديالهم وعينيهم مفيكسين في الشاشات تقريبا في جميع الانشطه اللي كيديروا. شادين التليفون هما جالسين مع العائله، شادين التليفون هما كياكلوا، شادين التليفون هما كيترينيو، وكاين اللي كيشدوا التليفونات ديالهم حتى في الطوارئ. الخطوره اللي غادي نهضر عليها دابا ماشي في الطبيعه ديالو المشتته، بل في التاثير ديالو المباشر على افراز الدوبامين. ودابا ملي ولينا عارفين كيفاش كيخدم الدوبامين ومدى التاثير ديالو على المزاج ديالنا، ما غاديش تجيك غريبه ان نسبه الاكتئاب والافتقار للدافع غادي كتزاد عند الناس اللي كيستعملوا التليفونات بزاف. كاع هادشي اللي هضرنا عليه بخصوص الدوبامين من الحلقه اللي فاتت حتى لدابا كيشرح مزيان وكيعطينا تفسير دقيق علاش التفاعل بزاف مع التكنولوجيا الرقميه كيؤدي لاضطرابات في العقل والسلوك البشري بسبب الانخفاض الحاد في مستويات الدوبامين. وغادي نعطيكم مثال شخصي يعني على راسي بخصوص هذه القضيه. شحال هذه تقريبا شي سنين دابا ملي كنت كنمشي نتريني ما كنتش كندي معايا التليفون ديالي نهائيا، وحتى الا ديتو كنت كنخليه في الصاك وكنت كنستمتع بالحصه ديالي مزيان وبلا ما نهضروا على التركيز اللي كان عندي مع العضله. ولكن ملي رجعت هذه المره نتريني وكندي معايا التليفون ديالي وكنستعملو بزاف وانا كنتريني، لاحظت انه ماشي غير التركيز ديالي مع العضله اللي ولا ضعيف، بل حسيت براسي غادي وكنفقد الاهتمام ديالي بلونطرينمون بصفه عامه. ما بقيتش كنحس بديك المتعه اللي كنت كنحس بها شحال هذه. ولكن ملي عرفت العلاقه اللي كاينه بين الدروه وخط الاساس ديال الدوبامين وعلاقتهم بجوج بالدافع والمتعه، اصبح عندي تفسير منطقي منين كيجيني هذا الشعور بالتدهور في الاهتمام والتركيز. حيت بحالي بحال 99% ديال الناس كنت مدمن على الهاتف، وهذا الادمان كان غادي وكينقص لي الاهتمام ديالي بكل شيء بالتدريج ماشي غير الرياضه. ولكن في هذا العام حطيت بزاف د القواعد لراسي، منها انني ما نبقاش نستعمل التليفون بزاف، وخصوصا ملي نكون كندير شي حاجه ما كنستعملوش نهائيا باش ما ياثرش ليا على نسبه الدوبامين اللي كناخذ من ديك الحاجه ونستمتع بها كيف ما هي. بالمناسبه حتى الموسيقى راه عندها نفس التاثير.